السحور في سيدنا رمضان اختاريت انني نشارك معكم الرشطه الحلوه التونسيه. كتجي من ألذ ما يكون، جربوها وردوا عليا. قبل ما نبدا معكم الوصفه ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتشجعوني بلي جيم ولي كومونتير، وما تنساوش انكم ديروا ابونمون باش تعاونوني وباش تدعموني. يلا هون نبداو. معكم المقادير اللي غادي نحتاج. هنا عندي الرشطه، الكونتيتي على حسب عدد الافراد. سكر غلاس تقدروا تعوضوه بسكر نورمال، شويه ديال الزبيب، شويه ديال الفاكهه، انايا اختاريت شويه ديال البيستاش، اللوز، نواه كاجو والنوا، وشويه ديال التمر اللي قطعته بحال هكا. هنا عندي العطرشيه وشويه ديال الزبده دايبه. غنبداو بها هي اننا غادي نبسبسو هاد الرشطه مع ديك الزبده. دونك كنزيد فوق هذيك الزبده وكنحاول نبسبسها. انا غادي نستعمل يدي باش نتحكم فيها، دونك على هذا الشكل هذا. كامله تخلط بديك الزبده. وراني درت الكسكسيير ديالي كتسخن. هانتوما شوفوا هاني بسبستها مزيان ديك الزبده. دابا غادي ندوز نديرها تفور. الكسكسي غادي ندير الرشطه تفور ليا. وغادي نغطيها بواحد المنديله اللي نظيفه باش ما تعجنش ليا. ونخليوها تفور تقريبا 21 دقيقه. بعد ما دازت تقريبا 15 دقيقه شوفوا كتخدموا غير بالفورشيت باش ما كتعجنناش الرشطه. الرشطه اللي استعملت كانت يابسه، دونك لهذا غادي نسقيها بشويه الحليب. اما الا استعملتوا الرشطه اللي طريه ما تسقيوهاش بالحليب، غير شويه هكا بالحليب ماشي بزاف. وكما قلت لكم كنحركوا غير بالفورشيت باش ما تعجنش، ما تستعملوش معلقه. دونك بحال هكايا. غادي نخليها تشرب واحد 5 ديال الدقائق وعاد نرجعوها تفور. بعد ما شربت داك الحليب شوفوا كيفاش رجعت طريه. غادي نزيد عليها الزبيب وغادي نزيد عليها التمر ونرجعها تفور المره الثانيه لمده 10 دقائق. هنا صافي فارت شوفوا. صافي بركه عليها. غادي نطفي عليها. دابا من بعد ما طابت صافي شفتوا ما كتجيش معجنه وطيبه على حقها وطريقها. غادي نزيد عليها العطرشيه واحد شويه. فوالا بركه عليها. هاد العطرشيه كتبننها بزاف. غنزيد عليها السكر كيبقى على حسب الذوق. انا حيت ديجا فيها الزبيب حلو والتمر ما كنكثرش الحلاوه.
كندوز نزيد عليها لي فروي سيك بحال هكايا. دونك كتجي بحال هكايا. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا، وبصحه وراحه.